الله معكم اخوتي، سلام ربي يسعد قلوبكم. ليش فيلم باربي؟ لا ليش عم بحذر منه؟ ليش عم بقول لكم انتبهوا منه؟ فيلم باربي خطير جدا يا اخوتي، لدرجه واللي بيقول لي كيف حضرته كيف عمل المعلومات انها جبتها، جبنا المعلومات وشفنا اللي لازم ينشاف، عرفنا نشوف اكثر، تفاجأنا باللي شفناه. الفكره الخطيره اللي انا بدي اشدد عليها، كل افكاره خطره بقلبه، بس اخطر شيء انا شفته هو الأساسية اللي عم يعملوها هي ضرب فكرة العائلة أو ضرب العائلة. يعني اللي عم نشوف ملخص الفيلم آخر شيء بيطلع إنه النساء بتعمل مجتمعها لحالها والرجال بيعملوا مجتمعهم لحال. أنا كامرأة في عيش يكون عندي مجتمع نسائي لحال، منا بحاجة للذكور، والذكور منهم بحاجة لإناث، منهم بحاجة لنسوان. يعني أصبح هون عم بيشجعوا هن إنه أنت يا بنت ما بقى بحاجة إلى شاب، بتضلي بمجتمع يكون كله نسائي، والشاب بضل بمجتمع كله رجال. هون ضرب لفكرة العائلة، ضرب للزواج، ضرب لوجود العائلة. ما بقى في عائلة، صار في عم بيشجعوا للشذوذ الجنسي هون، للمثلية الجنسية، وعم بيشجعوا ليكون في، إذا تبنوا أو جابوا أي ولد يكون على طول الجيل الجديد عنده ماما وماما وبابا وبابا. ما بقى في فكرة عائلة، ما بقى في عائلة مثل ما الله خلقنا آدم وحواء. ما بقى في عندهم ماما وبابا، ما بدهم إياها هاي الفكرة، ما بدهم إياها. هيدي مش الفكرة، هاي الحقيقة ما بدهم إياها، بدهم يشوهوها. إذا فيلم باربي أول شيء هو ضرب للعائلة، أول شيء تشجيع للمثلية الجنسية، تشجيع للشذوذ. وما بدي انسى، بدي اذكركم انه مكتوب شاذين جنسيا، مضاجعي الذكور، نساء مع نساء وذكور مع ذكور، والمثليين ما بيدخلوا ملكوت الله، بيروحوا على جهنم. واهم فكره قلت لكم بهالفيلم هو ضرب العائله. والاخطر يا اخوتي هو اخطر شيء بهيدا الفيلم انه هو ضد الله. الله اللي خلقنا ادم وحواء، الله اللي خلقنا بهالدنيا، هن عم يغيروا الخلق اللي خلقه الله. بده يكون مجتمعهم نساء لحال وشباب او رجال لحال، وهذا الشيء شو اللي بيؤدي لكل اللي عم تفكروا فيه. وكل يا اخوة اللي قالوا معلم هو مجرد فيلم، لا، هيدا فكرة خطرة جدا، فكرة شيطانية عم بيجربوا يزرعوها بأولادنا. الإنسان الكبير المجوز الواعي اللي بيروح ممكن إنه يتحمل، وممكن إنه يقول لا هيدي فكرة خطيرة، بس الولد لما بده يحضروا حيزرعوا له انه انت يا ايها الطفل فيك تعيش انت مع شباب بعضكم، والبنت فيك تعيش مع بنات لحالكم. كتير فكرة خطرة على اطفالنا، على مراهقيننا، كتير فكرة خطرة. وحتى خطر على الكبار اللي هن ضعيفين النفوس. وانا اليوم عم بصور هذا الفيديو من قدام ايقونة العائلة المقدسة، تقلكم قديش الله بده ايانا نكون عائلة ومقدسة ونطلع على السما. هن بهيدا الفيلم عم يضربوا هيدي العيلة، وعم يضربوا انه نطلع على السما، وهممهم انه ننزل على الجحيم. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، قاطعوا، فهموا اولادكم. هيدا الامر بيأثر حتى على الكبار اذا كانوا ضعيفين النفوس. انتبهوا كتير منيح، حذروا بعضكم. وفي كتير امور خطرة كمان بهيدا الفيلم. انا بكره بطلع نفسي اذا بدي اتذكرها واقولها، بس بكفي انه تعرفوا انه هو بشجع المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي، وبشجع على ضرب العائلة وعدم الزواج، ويعيشوا كل فئة لحال. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، والله يبارك فيكم، آمين.